السلام عليكم. ها هو شهر الخير قد قوضت خيامه وتصرمت أيامه، فحق لنا أن نحزن على فراقه وأن نذرف الدموع عند وداعه. وكيف لا نحزن على فراقه ونحن لا ندري هل ندرك غيره أم لا؟ كيف لا تجري دموعنا على رحيله ونحن لا ندري هل رفع لنا فيه عمل صالح أم لا؟ وهل ازددنا فيه قربا من ربنا أم لا؟ كيف لا نحزن عليه وهو شهر الرحمات وتكفير السيئات وإقالة العثرات. يمضي رمضان بعد أن أحسن فيه أقوام وأساء آخرون، يمضي وهو شاهد لنا أو علينا، شاهد للمشمر بصيامه وقيامه وبره وإحسانه، وشاهد على المقصر بغفلته وإعراضه ونسيانه. رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فلله كم سجد فيه من ساجد، وكم ذكر فيه من ذاكر، وكم شكر فيه من شاكر، وكم خشع فيه من خاشع، وكم فرط فيه من مفرط، وكم عصى فيه من عاص. ارتحل شهر الصوم فما أسعد نفوس الفائزين، وما ألذ عيش المقبولين، وما أذل نفوس العصاة المذنبين، وما أقبح حال المسيئين والمفرطين. فلنتذكر إخوتي وأخواتي عندما نودع هذا الشهر الكريم، فلنتذكر سرعة مرور الأيام وانقضاء الأعوام، فإن في مرورها وسرعتها عبرة لمن يعتبر وعظة للمتعظين. قال عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بالأمس القريب كنا نتلقى التهاني بقدومه ونسأل الله بلوغه، واليوم نودعه بكل أسى ونتلقى التعازي برحيله. فما أسرع مرور الليالي والأيام وكر الشهور والأعوام. ولنتذكر إخوتي وأخواتي أن العمر فرصة لا تمنح للإنسان إلا مرة واحدة، فإذا ما ذهبت هذه الفرصة وولت فهيهات هيهات أن تعود مرة أخرى. فلنغتنم أيام عمرنا قبل فوات الأوان ما دمنا في زمن الإمكان. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. وقال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم
غابت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ولنتذكر إخوتي وأخواتي دائما أن العبرة بالخواتيم، فلنجعل ختام شهرنا الكريم شهر رمضان، فلنجعل ختامه الاستغفار والتوبة، فإن الاستغفار ختام الأعمال الصالحة. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأمر سبحانه وتعالى الحجيج بعد قضاء مناسكهم وانتهاء أعمال حجهم بالاستغفار، فقال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يجتهدون في إتمام العمل وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده، كما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين بأنهم يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهل شغلنا هذا الهاجس ونحن نودع هذا الشهر الكريم؟ قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وكان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول منا فنهنئه، ومن هذا المحروم منا فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، أيها المحروم جبر الله مصيبتك. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وأحسن لنا الختام. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين يا رب العالمين.